سلام. منين جات الدارجة المغربية؟ اللغة هي وسيلة للتواصل بين الناس، حاملة للإبداع ولإنتاج الكتب والأبحاث العلمية. وكل لغة عندها الهندسة ديالها، الأصل ديالها، النظام الأصوات ديالها، بحيث كيختلفوا في مخارج الحروف كل لغة والتفاعل الحروف فيما بيناتهم، بمعنى الفونيتيك. المجموع الألفاظ ديالها والمعاني اللي هو المعجم الليكسيك، والكيفية الصياغة المورفولوجي، وزيد على هادشي التركيب الجمل مع بعضياتهم السانتاكس. الدارجة المغربية كتصنف ضمن اللسان العربي المغاربي، كيستعملوها المغاربة الجزائريين والتونسيين، وكتعتبر اللغة الأم للمغاربة بنسبة 50%، وفي بعض المناطق بحال الأقاليم الأمازيغية كتعتبر لسان ثانوي. المغاربة كاملين بهم مازالين مدابزين مع بعضهم باش يحددوا الأصل اللغة الدارجة، واش أصل عربي ولا أمازيغي. أسيدي تا وحدة فيهم، وخليني نقول لك باللي هي كتعتبر لغة اصطناعية، يعني تطورت بشكل طبيعي في واحد المدة طويلة، بحيث كانت نتاج لواحد التفاعل تاريخي بين زوج الحضارات الأمازيغية والعربية، وكان من الطبيعي جدا إطار هذا الامتزاج نظرا لطول المدة ديال الاحتكاك بيناتهم. وعاد كنلقاو بعض المرات كلمات أخرين في الدارجة أصلهم ماشي عربي ولا أمازيغي، قد يكون جاي من عند الأندلسيين ولا الإغريقيين ولا حتى الأتراك. النتيجة اللي حصلنا عليها من هذا الامتزاج هو أنه الأمازيغية خدت من العربية بزاف الكلمات، وحسب الدراسة اللي دار سالم شاكر القبل، النسبة اللي وصل لها المعجم الأمازيغي من اللغة العربية هو 38%، وفي المقابل تأثير اللغة العربية كان هو الدارجة المغربية، بحيث في الغالب كيكون التعبير الدارجة طاغي عليه الطابع الأمازيغي. هاد التحولات اللي طرات واللي عطاتنا هاد اللغة باش كنهضروا حاليا داخلين فيها بزاف العوامل دينية، سياسية، اقتصادية، عسكرية وثقافية، كتلاقح مع بعضياتها في واحد المدة تقدر تكون قصيرة ولا طويلة على حسب الظروف اللي طرات. الدارجة من البداية ديالها عمرها ما كانت متحررة بشكل نهائي، وهكا كنلقاو الشعب المغربي كيهضر بالفرنسية ولا الإنجليزية وكيكمل بالدارجة. طابع التفرنص اللي خداو المغاربة جا من الظروف السياسية في المدة الاستعمار من طرف دولة فرنسا، وبقى حتى لحد الآن رغم كاع المجهودات اللي دارت باش يقاوموا هذا الطابع، فكنلقاو المغاربة كيهضروا باللغة الفرنسية مخلطة بالدارجة، سواء في الدار، في الشارع أو في الإدارات. وكاين منهم اللي عرب أو مزغ واحد العدد كبير من الأسماء والأفعال الفرنسية. مثلا إذا جلستي غير مع ميكانيكي غادي تسمع في هاد الجمل: الفران بلوكي، ما تكسيريش، هنا غادي نسيي. وقيس على ذلك لغة البلومبي ولغة التريسيان وحتى لغة الخضار والجزار. وحاليا المغاربة طلعوا شوية النيفو ودخلوا اللغة الإنجليزية بكل فخر واعتزاز. والفرق بين شحال هادي ودابا هو أنه هاد التغيرات الحضارية ولات كتطرى في مدة قصيرة بالوجود ديال الانترنت. التأثير الفونولوجي اللي في الدارجة مستورد بشكل كبير من الأمازيغية، بحيث أغلب الكلمات اللي بالدارجة كيبداو بسكون الحرف الأولاني، في عكس اللغة العربية كلماتها كيبداو بفتح أو كسر الحرف الأولاني للكلمة. وبالإضافة لهذا الشيء
كنلقاو همزة القطع اللي كتكون وسط الكلمة ولا الجملة منفية تماما في القاموس الدارجة والأمازيغية. هذا التأثير عاود كنلقاوه في غياب كل من حرف ث وضاد وذال، وكنعوضوا بحروف بسيطة في حال تاء واو ضاد و دال. الأفعال اللي في الماضي كنزيدوا لهم حرف التاء مع التسكين في الأول، والأفعال اللي في المضارع كنزيدوهم حرف الكاف حتى هو في الأول. وكنختم المقال وكنقول لكم باللي كنناقشوا الموضوع بكل حيادية. كان معكم في القراءة الصوتية أخوكم محمد جرود. سلام.